اهلا وسهلا البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وما ناقصكم حتى خير. اليوم مع فيديو جديد. اليوم غادي نصاوبوا الفطور ديالنا على قد الحال البنات، شي حاجه بسيطه في اي واحد راه كيتناولها في البيت ديالو. المهم الفطور راه كل نهار ورزقو كل نهار والواحد واش يدير. هنايا البنات عندي هاد البيتزا هادي، راه المهم راه ديجا مشاركه معكم العجينه ديالها، راه كتجي خفيفه وكتجي زوينه. دزت هنايا البنات شاركتها معكم هي باش نعمرها. درت فيها هنايا البنات فليفله قطعتها دواور وبصيله حتى هي شلطها رقيقه. المهم هاد سميتو اللي بغى يطيبهم في مقيله يديهم ويجيبهم بشويه الزيت وعاد يديرهم واللي بغى يديرهم هكايا راه يديرهم، راه حتى هكا راه تيطيبوا البنات. انا يا البنات ما درتهم لا في الزيت لا في والو، درتهم غير هكا وصراحه وجاو بنان وجاو ولدات. المهم النصيحه اللي غنعطيكم في البيتزا اللي بغيتو تجيوكم رطبه وتجيكم زوينه، هي الفران يكون سخون البنات، يكون سخون ما يكونش بارد. عرفتوا علاش البيتزا ديال الزنقه كتجينا زوينه وكتجينا لي بات ديالها رطبه وكلشي؟ حيت ديجا تيكون عندهم هما الفران سخون ودغيا تيدخل ديك البيتزا وتيخرجها من الفران. هذا هو السر ديال البيتزا الا بغيتو تجيكم رطبه. المهم الصراحه البنات انا شعلت الفران، كنت طيبت فيه واحد سميتو هكايا خضيره، والصراحه ومن بعدها يعني كان الفران عندي سخون صافي وانا نرمي البيتزا. الصراحه ما نقولش لكم جات لذيذه وجات خفيفه وجات رقيقه. المهم جات لي بات ديالها كتنا كيما بغيتي تنيها تنيها. المهم صافي عمرت هاد الوحده هادي، كندوز نعمر الثانيه حتى هي. هنايا البنات درت شويه الزعتر، المهم هادي راه الثانيه، عمرت الثانيه البنات. هنايا البنات زدت باش نقطعها. صراحه البنات ما عنديش القطاعه ديال البيتزا، عندي غير هذه ديال الربيع، هي باش قطعتها. المهم راني قطعتها هي عشوائيه، ما عرفت كاع نقطع به. المهم المهم الصراحه البنات راه كتجي هاد لي باط زوينه محمره من التحت حيت ديجا الفران كان سخون كما قلت لكم. شفتوا كيفاش كتني هاد لي باط كما بغيتي تنيها تنيها. صافي البنات هي هادي البيتزا ديالنا، صراحه راه كتجي زوينه. المهم هي هادي تنيها كما قلت لكم كما بغيتو، لي باط راه رقيقه. المهم هنايا البنات غادي ندوز ندير معكم واحد لاصوص. المهم هذه وجدتها الصراحه راه عرفتو مع كيقرب
هاكا البنات صراحة ما وجدتهمش معاكم، حيت عرفتوا الوقيته ديال المغرب تتكون شوية رمضان راكم عارفين بلا ما نقول لكم. هنا البنات غادي نقول لكم هي الوصفة اشنو درت في هاد لاصوص هادي. هنايا درت لاصوص طماطيشه البنات، حكيت طماطيشه وزدتها واحد لاصوص، المهم حك طماطيشه شي معلقه صغيره، وهذا ودرت فيها البنات واحد الحك ديال الطون، ودرت فيها البنات الزيت والكحل، راه كتجي بنينه، المهم يجربوها. صافي البنات دزت باش نعمر بها هاد الخبيزات هادو. هنايا البنات عندي الخس، المهم كندير فيها الخس وعاد كندير لاصوص طماطيشه، كتجي بنينه البنات يجربوها، راه ما غاديش تجرو منها. المهم لا عجبوكم بحال هاد الوصفات وهاد العماره ديال الخبيزات قولوها لي نبدا نشاركهم معكم. صراحه عندي بزاف الفكرات ديال العماره ديال الخبيزات، حيت انا من النوع كنعمر هاد الخبيزات بزاف، يعني حيت كنقصهم ديما غير هكا كنعجن وكنقطعهم هكايا من الخبز. المهم مطلعه هكا تنقسمها على 4، ما كنضلش انني ندير هكا نبقى تنقطع في الكريسات ونعاود ندير العجينه سميتو، كتجيني هكا ساهله دغيا دغيا. المهم هادو هما الخبيزات ديالنا البنات، صراحه راه كيجيو لذاذ وبنان. ايوا البنات المهم راه عرفتو رمضان كل نهار ورزقوه كل نهار كل واحد واش كيدير، المهم كل واحد راه خيره في ظهره. المهم انايا البنات صاوبت هاد الكيكه هادي، صراحة هي تجي زوينة تجي خفيفة، المهم كيكة عادية ماشي شي كيكة اللي زعما فيها شي مقادير لي بزاف. هنا البنات هاد الخضيرة هادي الصراحة دخلتها الفران، ما نقولش لكم البنات كيفاش جات بنينة بنينة بنينة. المهم درت القريعة ودرت الدنجال ودرت الدجاج شرملتهم البنات كاملين ودخلتهم للفران، الصراحة راه جاو بنان. هنا البنات دزت باش نصاوب هاد العصير هذا. هنايا البنات عندي خيزو سلقته والماء ديالو البنات ما تقلبوش بالماء ديالو باش طحنوه. وهنايا عندي 2 دانون، هاد الدانون هذا راه فيه الخوخ وفيه المونك، صراحه راه كيجي ثقيل، شوفوا كيفاش كيجي وكيجي زوين البنات يجربوه راه كيجي منعش هاد العصير هذا. والخيزو راه طبيعي البنات. المهم بسلام عليكم الى فيديو